بعد ما خلصت جولتي في مسجد الرفاعي، المسجد التراثي العظيم ده، فكان لازم اتجه للقلعة، ومش من أي اتجاه منها، ده اتجاه معين. عارفين ده ايه؟ ده باب عزب، وطبعا معروف في القلعة، واللي أسسه وبناه كان الوالي العثماني أحمد كخندة عزب في القرن ال18. وباب عزب كان الجزء السفلي من قلعة صلاح الدين الأيوبي. مش بس كده، ده كان المدخل الرئيسي للقلعة. انتوا عارفين بقى ان باب عزب أسسه الوالي العثماني أحمد كخندة عزب على أساس انه يأمن مداخل القلعة وخروج الجنود وكمان المعدات الحربية، واللي أسسه في القرن ال18. والباب ده كان مكون من برجين ليهم واجهة مستديرة، وكان اسمه باب الاسطبل لأن كان وراه الخيول الملكية. وكان اسمه برضو باب السلسلة لأن كان بيتحط عليه سلسلة كبيرة. ودي أسماءه في العصر المملوكي. أما في العصر العثماني اتسمى بباب عزب. وهنا حصل أكبر مذبحة في التاريخ، اتقتل فيها 470 مملوكي لما محمد علي باشا قرر إنه يتخلص من المماليك في مصر، فعزمهم على حفل تنصيب ابنه طوسم باشا بقيادة الجيش علشان يقضي على الحركة الوهابية في منطقة نجد. وورا الباب كان في نفق صغير صعب الحركة فيه، ولما خرج الجيوش بقيادة طوسم باشا ووراهم المماليك ثم جنود الأرناؤوط، وطبعا كان في إشارة بدء. أول ما الجيش يخرج تتقفل البوابة تماما على المماليك وتبدأ المذبحة اللي راح ضحيتها 470 مملوكي. واللي قدر يهرب منهم بس كان أمين بيك من أسوار القلعة وهرب لسوريا. مذبحة القلعة كانت حاجة مش هينة بالمرة، وكانت حاجة غير إنسانية، ولكن التراث ما زال تراث. ودي كانت قصة مذبحة القلعة من باب العزب اللي هم خرجوا منهم وحاولوا إن هم يخرجوا منه، بس ما قدروش، وكانوا مستنيين مصير حتمي كان موضبه لهم محمد علي باشا.